يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الفل، صباح الياسمين، صباح السعادة، صباح التفاؤل كده وأنا متفائلة ومبسوطة النهارده. وحشتوني جدًا، جدًا، جدًا. صحيح أنتم لسه حبة صغنطاطين في القناة كده، ولسه ما فيش كومنتات بتنكتب لي كتير، بس برضه والله وحشتوني، وأنا عارفة إن في ناس أمارات كده جميلة بيشوفوا الفيديو بتاعي، وإن شاء الله هيحبوا القناة بتاعتي. أنا المرّة اللي فاتت الناس اللي شافت طبعًا الفيديو اللي فات بتاع التفريزات عارفين إن أنا زعّلت جوزي وولادي وكانوا غضبانين عليّا، فأنا النهارده جاية على القناة هاثبت قدّامكم أهمّة إن أنا هاصالحهم، هاصالحهم وهادفّيهم وهادلّعهم في يوم ساقعة التلج يعني. بس الأول طبعًا قبل أمّا أعمل أي حاجة لازم أميرة كأميرة يعني لازم أنبسط، بالنسبة للغلا الفاحش اللي إحنا بقينا فيه مش هيمنعني إن أنا أنبسط. هتنبسطي إزاي يا أميرة؟ زي ما أنتم شايفين كده، أنا باحب جدًا أحُط الساندوتشات في الساندوتش maker بالذات الفينو طبعًا والجبن، فقُلت والله لا أحُط الطعمية، الطعمية ما لهاش نِفْس هي كمان تتدلّع، فعملت زي ما أنتم شايفين كده ساندوتش تمام جدًا وطعمه حلو جدًا مع شوية شاي سخنين، نضبط الدماغ بقى علشان نشوف اليوم بتاعنا هنعمل فيه إيه، وأشوف أنا هاصالحهم وأعمل معاهم إيه علشان هم غضبانين. هنصالحهم النهارده خلاص اتفقنا إن إحنا هنصالحهم. أنا عايزة أقول لكم بقى إن إحنا إن شاء الله من الفيديوهات الجاية إن شاء الله، إن شاء الله يعني ربنا يدينا الصحة ويديكم كده، نبدأ بقى في حبّة تنضيفات كده عميقة في الشقة علشان إن شاء الله نستعد لشهر رمضان. إن شاء الله، استنوني بس من الفيديو الجاي كده هيبقى فيه حبّة نشاط وشغل جامد، والنهارده الفيديو برضه هيعجبكم جدًا إن شاء الله، هنعمل فيه حبّة حاجات في الشقة، وهنعمل الكرنباية اللي قدّامكم الجميلة دي. قُلت خلاص يا بنتي يا أميرة بقى، ما دام أنتِ ما أكّلتيهمش سمك، خلاص روحي هاتي كرنباية كده حلوة واعملي لهم إيه، حبّة محشي كده سخنين يدفّوهم في الساقعة. فقُمت رايحة السوق، قُمت جايبة الكرنباية، ولو تفتكروا الفيديو اللي فات أصلًا أنا كنت ما فرّزتش معاكم الطماطم علشان قُلت لكم إن أنا هاجيب عليها طماطم زيادة شوية وحمرا شوية علشان أعملهم مع بعض، فقُلت خلاص أستغل إن أنا كمان عايزة أجيب طماطم وأجيب الكرنبة، وقُمت رايحة جايبة الاتنين بقى وراجعة علشان نعمل النهارده حبّة محشي حلوين. بدأت اليوم بتاعي بس ما اكدبش عليكم الصراحة خلّينا صُرحا كده، النهارده البركة في مين؟ في إن المحشي ده يتعمل علشان أنا عملت حاجات تانية ونزلت سوق برضه واشتغلت في الشقة، حماتي الصراحة، لو ما كانتش موجودة معايا النهارده ما كنتش حد حشى لي المحشي، لإن هي اللي عملته لي، هي اللي حشت لي المحشي وقطّعت لي الورق. ربنا يخلّيها لينا كده ويبارك في صحتها وتساعدني دايمًا كده في أعمال المحشي دوّة. وقفت بقى زي ما أنتم شايفين كده، حطيت الحلة بتاعتي على النار، وأنا من الناس بقى اللي باحب أحط الكرنبة كلّها كده مرّة واحدة في الحلة، ما اقعدش أحط ورقة، ورقة والكلام دوّة، أو الناس التانية اللي بيقعدوا يقطّعوا الكرنبة كده أجزاء أنا بُصّوا تقليدية كده، حطّي الكرنبة في الحلة، شدّي ورقة، ورقة، خلاص الموضوع خلص في 5 دقايق. والحلة التانية حطيت فيها البصل بتاعي، وباحب أقطّع الفلفل بقى على إيديّا، لإني باضرب البصل في الكبة، الفلفل باحس إن هو بيبقى مهري أوي شوية، لأ باقطّعه على إيديّا. وهنا كنت الكرومبة خلصت، أنا باحاول أجري لكم الفيديو، رُحت لحماتي بقى قُلت لها: "يالّا يا حماتي حبيبتي بقى قطّعي الكرومبة دي على ما أنا إيه، أجهّز لِك شوية الرُز علشان إيه، اليوم بتاعنا نخلّصه بسرعة جدًا كده." عايزاكم برضه تكتبوا لي في الكومنتات أنتم عجبكم مثلًا إن أنا باجرّي الفيديو باحاول أسرّع كده وأدّيكم أجزاء بسرعة من اللي أنا باعمله والّا عايزينّي أزوّده شوية، المهم ما ابقاش تقيلة على قلبكم يعني، عايزة أبقى خفيفة كده معاكم وتحبوني. هنا الصلصة بتاعتي كانت اتعملت، واللي ساعدها طبعًا إن هي تتعمل بسرعة إن أنا الصلصة جاهزة، يا دوبك بانزل بكيس الصلصة كده على البصل، خلاص الموضوع خلص. وبهّرت بفلفل وكمون وملح وكزبرة وحتة تومة كده وشوية خضرة، وقلّبت كلّه في بعضه ونزلت بالرز بتاعي طبعًا، ونشّفته كده ما كمّلتش عارفين هو ما كمّلش 5 دقايق على النار بس لو في نقطة مَيّة والّا حاجة، أنا من الناس اللي باحب أنشّف الرز على النار، ما باحبش أنا فكرة إني أعمله ني في ني أو على البارد أو الكلام ده، لا لازم أنشّفه كده 5 دقايق على النار، وباشيل الحلة بعد كده وباحطها زي ما أنتم شايفين كده باحط عليها بقى الخضرة والتوم برّه البوتاجاز، وباقوم إيه مقلّباه تقليبة خلاص وحاطة بقى ونقعد نحشي على كده. في الوقت ده بقى كنت أنا اديتها لحماتي بقى، قُلت لها: "يا حماتي ربنا يخليكِ احشي لنا بقى الحلة الجميلة دي على ما نشوف إحنا هنعمل إيه." قُلت للبوتاجاز دخلت أشوف المطبخ لقيت البوتاجاز شكله ما يسُرّش شوية، فقُلت له: "والله يعني أنت شغّال معانا وطالع عينك، المفروض نبسطك بقى، المفروض ننضّفك كده ونخلّيك نضيف." اديته مسحة في السريع كده زي ما أنتم شايفين علشان يبقى إيه وهو شغّال معانا كده وبنعمل عليه الأكل يبقى ليه نِفْس ونِفْسه مفتوحة. عايزاكم بقى تكتبوا لي بقى في الكومنتات كده الناس اللي بتتابعني دي بتتابعني منين، شاركوني كده كلموني زي ما أنا باكلمكم، أنا من نوع باحب كده الناس اللي أنا باكلمها دي يتكلموا معايا، صحيح أنا عارفة إن في ناس كتير بتحبش تحط كومنتات يعني ما بتحبش تكتب كومنتات، لأ بس كلموني برضه، احكوا لي كده أنتم منين،
بتحبوا تشوفوا فيديوهاتي ليه؟ أنا رخمة والّا فيديوهاتي حلوة؟ مش هازعل والله، أنا كأميرة مش هازعل ما تقلقوش، أنا مكمّلة معاكم، لإن أنا باحب اليوتيوب جدًا على فكرة، وباحب فكرة أصلًا إن أنا متواجدة على اليوتيوب مع الناس وباكلّمها كده، هاقول لكم حاجة، أنا قُلت لكم في أول فيديو إن أنا ربة منزل، يعني قاعدة في البيت، فكرة إن أنا أبقى قاعدة ليل ونهار في البيت دي لمجرد إن أنا باتعامل مع أولادي بس، أنا عارفين اللي هو مش عارفة أتعامل مع مش عارفة يعني عايزة أبقى في حاجة جديدة في حياتي، عايزة يبقى في كده أصدقاء وأصحاب، وعلى فكرة دي من الحاجات اللي خلّتني إن أنا فتحت القناة، حابة جدًا إن أنا يبقى ليّا ناس كتير كده أصدقاء بيحبوني كده وبيكلموني وأنا باكلمهم، يعني أنا أمّا باقعد أسجل الصوت الفيديو كده كإني باكلم ناس قدّامي، أنا شايفاكم، أنا باتكلم معاكم. فأنتم كمان لازم تشاركوني في الكومنتات، ولازم تكتبوا لي وتقولوا لي إيه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، وإيه رأيكم في الحاجات اللي إحنا بنعملها، وتشجعوني كده وتقترحوا عليَّ أفكار أنتم عايزين نعملها معاكم، كل حاجة إن شاء الله نعملها مع بعض، وإن شاء الله أنا واثقة في ربنا جدًا، جدًا، جدًا إن القناة هتكبر يعني إيه بتوفيق ربنا وبدعمكم ليّا. هنا طبعًا زي ما أنتم شُفتوا حطيت الفراخ على النار على طول كده هي كمان وبهّرتها وفلورة وحبّهان ودلّعتها يعني كده وحطيتها على النار كده وباسيبها على البوتاجاز ييجي ربع ساعة و10 دقايق كده على نار هادية وبعد كده بازوّدها مَيّة سخنة من الكاتل. والطماطم بتاعتي هي كمان حطيتها زي ما أنتم شايفين برضه وقطّعتها وحطيت عليها ملح وسُكّر، باحُط عليها سُكّر علشان الحموضة اللي بتبقى فيها وباحُط عليها ملح عشان يبقوا مضبوطين مع بعض. في الوقت ده بقى زي ما قُلت لكم طبعًا المطبخ بتاعي كنت منضّفاه وادّيت لحماتي الكرنبة تحشيها لي وقُلت خلاص بقى يا أميرة ادخلي اعملي حاجة جديدة أنتِ. غرفة الأطفال لو تفتكروا من كذا يوم كده كنت عاملة معاكم فيديو إن إحنا فرشناها وعاملينها مع بعض ومنضّفينها، فالملايات بتاعتها عايزة تتغيّر مش نضيفة، فقُلت خلاص بقى أشارككم برضه الفيديو كده في أي روتين في الشقة كده عشان تتشجعوا معايا وتقوموا تشوفوا إيه اللي أنتم محتاجين تعملوه في الشقة، وفي نفس الوقت ما اكدبش عليكم صراحةً يعني علشان هو أصلًا طبيعي إن أنا بعد 5 أيام مثلًا أو كده أو على حسب الملايات بتاعتي لمّا تتوسخ أو مش بتتبهدل، يعني باشوف أنا ليّا نظرة مثلًا باشوف خلاص عايزة تتغيّر باغيّرها، وكمان في الشتا بتبقى قليلة تغييرها شوية عن الصيف، يعني ممكن كل 5 أيام على ما أغيّرها مرّة أو كل 6 أيام، فقُلت خلاص نغيّرها مع بعض كده ونحط لهم طقم تاني علشان بقى نبدأ تنضيفات في الشقة بتاعتنا اللي إن شاء الله هاشاركها لكم الفيديو الجاي كده أول حاجة في غرفة الliving ونشوف بقى إيه ونخلّي أوضة الأطفال دي بقى آخر حاجة، بما إنها نضيفة كده وإحنا محافظين عليها كل شوية ندخل نعمل حاجة، خلاص نخلّيها آخر حاجة نبقى نعملها تنضيف عميق مع بعض. عملت حاجات بسيطة، عارفين التنضيف اللي أنا باعمله دوّة إيه ده يا أميرة ده تنضيف تعتبر أسبوعي، ده تنضيف كل 3، 4 أيام، اللي هو مثلًا لو الغرفة بتاعتِك عايزة تغيّري ملاياتها فيها مراية بس هتلمّعي المراية من مطرح لحواسة إيد عيالِك، الكلام دوّة، التسريحة بتاعتهم الصغيّرة مثلًا اللي بيحطّوا عليها الحاجة برضه مش نضيفة عايزة تتنضّف، هو ده التنضيف مثلًا اللي بنعمله، هنكنس الأرض وهننضّفها ده اللي أنا مثلًا باعمله، غير بقى التنضيف اليومي اللي باعمله، اللي هو مثلًا كل يوم أعدل السراير بتاعتي، أكنس بالمكنسة، اللي كلنا متعودين بنعمله في بيتنا بصفة يومية، أو لو كسلنا يوم مثلًا وكنا تعبانين مش قادرين، اليوم اللي بعده بنقوم نعمله. على فكرة أنا عايزة أوصّل لكم حاجة، إن كلنا شاطرين، وكلنا بنعمل في بيتنا، وكلنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل لولادنا كل حاجة كويسة، وكلنا ساعات بييجي لنا وقت وبنتعب، يعني لو تعبتِ أو رقدتِ شوية عادي جدًا، إيه يعني لمّا أتعب شوية يعني مش إن أنا مثلًا باظهر معاكم أو إن أنا باصوّر معاكم فيديو أو كده إن أنا باقول لكم لأ شُفتوا أنا باروّق أنا شاطرة لأ أنا مش شاطرة ولا حاجة، أنا زيي كتير زيكم على فكرة، باجتهد كده بس إن أنا أحافظ على نضافة بيتي، باحاول إن أنا أشارككم يومي البسيط على قد ما أقدر إن أنا مثلًا أشجّعِك شوية، بس لو أنتِ كسولة حبّة يعني مش قادرة تقومي مثلًا ممكن هتقومي حُطّي في دماغِك دايمًا إن أنتِ يعني ما فيش زيِّك، أنتِ بتعملي كل حاجة عشان تسعدي اللي حواليكِ، حاولي على قد ما تقدري يعني إيه، ما تخلّيش حد يحبطِك، لإن إحنا حوالينا ناس كتير مُحبطة الصراحة، فإحنا نبعد عنهم خالص، إحنا عايزين نبعد عنهم ونشوف دايمًا نَفْسنا كده إن إحنا أقوياء، إن إحنا بنخدم ولادنا، إن إحنا بنعمل كل حاجة. إن إحنا حتى لو تعبنا شوية بنقف تاني على رجلينا وبنعمل كل حاجة، كل واحدة فينا فيها مميزات وكلنا فينا عيوب برضه، يعني كل واحدة فينا هتلاقي فيها مميزات حلوة جدًا وفيها عيب بسيط، لإن الكمال لله وحده، فدايمًا عايزين نقتنع كده إن إحنا أمهات أقوياء. ربنا يعيننا على أولادنا، وده كده شكل الغرفة بقى خلاص طفينا النور، وبالنسبة للبطاطين على فكرة أنا باحطها على الحبل زي ما أنتم شايفين كده، باحطها على البلكونة عمومًا كده تتهوى وباشيلها بقى إيه أمّا قبل المغرب بشوية كده باقوم حاطاها لهم على السرير. المرّة الجاية هاشارككم برضه هاوريكم لمّا باحطها على السرير في
في الشتا باحطها إزاي، مش باطبّقها، باحطها بطريقة تانية. دخلت في الوقت ده بقى خلاص كان المحشي خلص، خلاص هازوّده، بازوّده إزاي، باحط على الشوربة بتاعتي مكعب مرقة وقطعة زبدة، زبدة بلدي، بتدّي طعم حلو أوي على فكرة وبتخلّي طعمه حلو جدًا، وبازوّده زي ما أنتم شايفين كده وهاغطّيه. في الوقت دوّة كان عندي زبدة، عايزة بقى أقطّعها، باسهّل على نفسي بقى موضوع الزبدة دوّة، وباقوم إيه، مقطّعاه كده زي ما أنتم شايفين، بالبس الجلافز بتاعي عشان بتقعد بتبهدل في الإيد، وباقوم مقطّعاه على القطّاعة بتاعتي كده، وباحطّها في العلبة دي جاهزة كده بالتلاجة، كل أمّا آخُد قطعة للفول، باخُد قطعة لأي أكل باعمله، باخدها بدل ما أقعد بقى أقطّع وتبهدل الدنيا وكده، الصراحة الموضوع ده سهّل عليّا جدًا عمايل الزبدة يعني وأنا باستخدمها في الأكل، لإني أنا من الناس اللي مش باسيّحها أو باحطّها في برطمانات أو كده. لأ، أنا باحطها في التلاجة زي ما هي كده، وباخد القطعة زي ما أنا عايزاها للأكل اللي باحطها عليه. والفيديو بتاعي يعتبر النهارده كده خلاص بيخلص معاكم بقى خلاص، يعني عملنا حبة حاجات ظريفة كده مع بعض، يا رب تكون عجبتكم، وخلاص بقى تيجي بقى اللحظة الحاسمة بعد ما تكوني عملتِ شوية شغل في اليوم دوّة، أجمل حاجة بقى وأجمل لحظة إيه، شوية المحشي السخنين في الحلة كده، وأنتِ بتفضّيهم وهُم بيطلّعوا البخار بتاعهم كده ونقعد ناكل، وبنتي هنا أهي عمّالة تعمل لكم حطّوا لايك لماما، يالّا مين اللي لسه ما حطّش لايك أو ما اشتركش في القناة، اشتركي عشان إن شاء الله القناة تعجبكم، واسيبكم بقى كده واروح إيه، ناكل المحشي دوّة، ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، باحبكم في الله ودمتم في أمان الله، باي باي.